الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قضينا عيد الأضحى بتوفيق من الله وتمتعنا مع الأسرة والإخوان بالفرح والسرور ولبسنا جديدا وأكلنا لذيذا فلم يبق علينا إلا الشكر بنعم الله وذلك موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله. فالشكر يتفرع حسب المخرج والمدخل إلى الشكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح. فشكر القلب يصدق بالإيمان بالله وحده، وشكر اللسان يصدق بتكرار الهللة والذكر، وشكر الجوارح يصدق بتطبيق المطلوب منها. ولمثل هذا يقول صاحب رسالة: الإيمان لا يكمل إلا بالنية، ولا النية تكمل إلا بالعمل، ولا العمل يكمل إلا بموافقة سنة رسول الله. عن طريق السنة نفهم القرآن الكريم، والقرآن هو الكتاب الذي لا ريب فيه. فالقرآن كتاب ربنا لخلقه بكل ما أمر وما نهى، ومن الأوامر من الله سبحانه وتعالى أن نعبده ونشكره بنعمه. قال تعالى في سورة الزمر آية 66 قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن الخطأ أن نؤمن أن نعمة يتمتعها الإنسان من أيدي الناس بحتة. كلا، فالناس وسيلة لتصل تلك النعم على إنسان، لكن المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة النحل آية 53: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. في الحقيقة النعمة إما من أنواع طعام الناس، إما زرعا يحصد، أو لحما يطبخ، أو سمكة يصطاد، أو ماء يشرب، أو هواء يتنفس. كل هذه العناصر مصدرها من السماء والأرض وما بينهما. والسؤال: من خالقها؟ والجواب: الله الخالق. ونعم الإنسان لا تخرج من هذه المصادر. لخص الله كل هذه التفصيلات في آيتين سنفصلها إن شاء الله بعد الجلسة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه من الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نقرأ معا قوله تعالى في سورة إبراهيم آية 34 34 قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، هذه الآية أو الآيتين تدعونا إلى تهدئة والهدوء واستقرار. إن الرزق ضمان في يد الله، وما علينا إلا الإيمان بالله والعمل بالجوارح والهدوء. لا أحد منا يعلم شيئا بأمره قبل أن خلقه الله، ولا واحد منا يعلم عاقبة عمره إلا الرجاء والظن، ولا واحد منا يعلم من أين كان قبل ولادته. لا واحد منا يثق أن عبادته لله كاف لا يخاف بنفسه غدا. لا واحد منا يعلم متى تنتهي حياته
حياته الدنيوية لا واحد منا يعلم مسيره بعد الموت إلا رجاء برحمة الله. بكوننا جاهلا عن كل ذلك يجب علينا أن نعبد الله مخلصا له الدين حتى أتانا اليقين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان إنك أنت الغفور الرحيم. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله. Khamsa Dine TV Gandiaye, la voix de l'islam. La voix de l'islam. Quand l'ignorance se gangrène, elle s'engraine. Elle s'engraine. Khamsa Dine TV Gandiaye, batuk l'islam, mag ñi ak ndaw ñi di ci gis seen bopp. Khamsa Dine TV Gandiaye, la voix de l'islam saute très haut. La voix de l'islam.